بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد وصباح الياسمين على اخواتي، صباحكم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. كنت فين النهارده يا مروه؟ كنت في السوق النهارده، نزلت سوقت الصبح بدري. عايزه نقول لكم الساعه كام؟ الساعه 7. يعني بصوا، اللهم بارك على جو الصبح ده، بيديك انطلاق كده. نزلت جبت طماطم، جبت برتقان، بصوا الحاجه بسم الله ما شاء الله، اسعارها حلوه على فكره، مش غاليه ولا حاجه. وجبت خضره، جبت فول وطعميه عشان نعمل الفطار. بصوا بقى الانطلاق. انت مش هتشيل هم خلاص. وده انا في حد تقيل جدا في مكانه كبيره جدا كلمني وسط المشكله والهم اللي انا فيه، قال لي مشكلتك دي عندي وانت يا سيدي في عينيا وانا ماليش بركه ان انت هتحس بقلق بعد كده. انت ما عندكش شك انه هيرضيك ويريحك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا لكل مبتلى. اللي بيقول لك انت في عينيا ده مش انسان زيه زيك. اللي بيقول لك انت في عينيا ده مش شخص عادي بشر يحيا ويموت. ده اللي بيقول لك انت في عينيا هو الله جل جلاله، هو ملك السماوات والارض، هو القهار فوق العباد. معنى اصبر ايه؟ يعني مساله وقت، يعني مساله وقت. خلاص خلصانه اتقفل والعوض اتكتب لك، بس لسه في طريقه اليك فانك باعيننا. شربت كوبايه الشاي، يلا بقى عشان نشوف ورايا ايه باذن الله كده. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، اتمنى روتين النهارده يعجبكم. صباحكم زي العسل، صباحكم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. كده بقى خدت طاقه ايجابيه، يلا بقى ننزل نشوف هنعمل ايه، نحضر الفطار كده. يلا تعالوا معايا، نهاركم ابيض باذن الله. ده كان فول، وكان بتنجان، طعميه اكلنا في مصر كده يعني. خيار، جبت برضو عيش معايا. كنت برضو عملت بيض بجبنة. بصوا ده فطارنا الصبح، اللهم بارك يا رب. يلا بقى نطلع على السطوح. بصوا الجو عامل ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك على الجو الانتعاش الحلو ده. خدي الطاقة الايجابية، خدي كده الروح الحلوة. تصبح الصبح كده، اول ما تحطي بصي، اول ما تقومي شوفي صلاتك، وبعد كده بقى بصي اعملي اللي انت عايزاه في اليوم. بس عايزه يومك يبقى مبارك، خدي الطاقه الايجابيه، خدي الطاقه الايجابيه كده. شغلي القران الكريم واقعدي كده، اعملي اللي في نفسك كله. اللهم بارك على اليوم بيبقى عسل. جبت بتنجان وجبت فلفل، هنعمل ايه؟ محشي مشكل مع بعضه يعني. جبت بتنجان وفلفل وجبت خضره وطماطم زي ما انتم شفتوا تحت. عملت كوبايه شاي ليا. كل ده الساعه كام؟ بصوا النهار عامل ازاي. كنت خلاص بقى يعني عايزه نقول لكم كده، الوقت ما شاء الله في وقت الصبحيه ده كان عسل. كل ده نص ساعه كده، ساعه كنت مخلصه. ساعه ما بنعمل محشي مشكل بنجيب بتنجان ابيض بتنجان اسمر، بس نبادي لقيت البتنجان رفيع الابيض كده ما عجبنيش، يعني ما كانش ينفع للحشو. بنعمل بقى طماطم وفلفل وبتنجان، ده بيبقى في حله كله مع بعض ومحشي مشكل. وساعات بقى بنبقى جايبه كرومبه مثلا ولا حاجه، بنعملها ونحط عليها فلفل بس كده. بس عيالي بتحب الحاجات دي، يعني عيالي بيحبوا الحاجه المشكله ديت. وهنعمل معاها كفته برضو مشويه كده، ان شاء الله تعجبكم. خدي طاقتك الايجابيه من حد بتحبيه. شوفي بقى مين عندك في البيت، امك، جوزك، عيالك، وخدي كده الطاقه الايجابيه منه. هتلاقي اليوم بيبقى معاكي برضه بيبقى حلو. وطول ما انت عايشه هتزعلي ليه وتنكدي على نفسك؟ فرحي نفسك بنفسك. بصي خليكي كده بنت 17، بنت 16، بنت 15، تبقي شباب دايما. بايديكي انت بعد ربنا سبحانه وتعالى. عشان طول ما انت سعيه في الحياه كده بحاجه حلوه جواكي، فرحه بهنا. ازاي مروا في الايام الضغوطات دي اللي احنا فيها؟ والله مش ضغوطات ولا حاجه. قولي الحمد لله على كل حال. يعني مثلا انا اجيب الفلفل الكيلو ب10، تمام. لا يا رب، الكيلو ربع ب10. البتنجان الكيلو ربع ب10، ادي 20 جنيه. تمام كده تمام. طيب والرز بيبقى عندي، وجبت برضه خضره، يعني نجيب رز على بعضه. بس خلصت كده الحاجات دي ونزلت بقى تحت. بص الجمال، بص الحلاوه، بص المنظر الجميل على السطح. مشغله كل ده، مشغله القران ورايا. خلصت بقى ونزلت. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كان جاي الظهر، عايزه نقول لكم كنت نايمه كمان يعني. خلصت ودخلت نمت. حمرت البصله ساعه ما بنعمل محشي كده، طريقتي فيه حمرت البصله كده حلوه، نزلت عليها بالطماطم مكعب دجاج، وهنسيبهم مع نفسهم بقى شويه عقب ما نغسل المواعين. طول ما انا واقفه ايدي في المواعين عشان المطبخ ما بيبقاش مكركب عندي. كوبايتين في الحوض على طول نغسلهم، طبقين في الحوض على طول نغسلهم. عشان لو سبت كل ده هيكوم، هيبقى ياخد الغدا وياخد الفطار وياخد العشاء. لا، على طول ايدي في المواعين
وزي ما بنقول كده غاوي حلوه وريحه مواعين حلوه برضو. البريل بالليمون ده روعه روعه روعه. وحبه المواعين بصوا ما خدش ورايا حاجه، يعني نعمل اول باول اول باول عشان ما تبقاش زي ما بقول لكم ما يبقاش عندي كركب. وكنت برضو كنت جورت البتنجان معاكم والحاجه معاكم. انا كل ده صاحيه بدري خالص، يعني من الساعه 7 6 ونص كده كنت في الشارع، بنجيب بقى العيش وبنجيب الفطار وبنجيب كل حاجه. بس هنخش بقى نعمل ايه، هنعمل الكفته. انا كده كده خلصت هنا. هنعمل بقى ايه، هنعمل الكفته وهنحشي البتنجان. تمام كده. والله لما تكون صاحيه الصبح كده بنشاط هتلاقي اليوم يبقى كله معاكي متيسر. هتشوفي كل ده خلصت. كنت يعني على حوالي الساعه 10 كنت مخلصه كل حاجه ودخلت نمت وقمت صليت الظهر وخدت بقى اليوم كله كده. اليوم كله يبقى معايا متظبط، مذاكره بنتي مذاكره عيالي الحمد لله. هنغسل بقى الفلفل والبتنجان. عايزه اقول لكم اللي في الحوض دي مصفايه تمام كده، بتاعه الحوض دي مصفى بنجيبها حطها بتاعه مطبخ، بتاعه الحوض في المطبخ يعني. بتاعه الحوض تمام. دي جايباها ب30، كنت جايباها من فتره يعني. ساعة ما بنيجي نغسل بتسهل علي. بس هنغسل الاول البتنجان وهنغسل الفلفل بحبه ملح، يعني نحط عليهم حبه ملح كده عشان نطهرهم. زي ما انتوا عارفين الملح بيطهر الاكل، فلازم حبه ملح بس صغيرين بنحطهم كده عليها، يعني ايه حبه نونو حلوين كده. فبنغسله عشان ايد مسكت حد وانت بتنجي الكلام ده. وحلوه خالص المصفايه دي مريحاني. عايزه نقول لكم بصوا احسن ما بتغسلي في صينيه احسن ما بتغسلي في حله. دي سهله جدا وفي نفس الوقت ما بتغرقلكيش مثلا، يعني عشان عندي الحوض الصغير ما بتغرقش مثلا حواليا او حاجه. بس طول ما انا برضه واقفه كده كوبايه الميه، عشان الميه كده الكلى والكلام ده، فعلى طول تلاقوني ماشيه بجزازه الميه في الشقه. كنت بقى خلصت البتنجان. هنخش بقى على الخضره وهنعمل برضو زي ما قلت لكم هنعمل كفته باذن الله تعجبكم. كل ده حاجات سهله وبسيطه. وعلى فكره عارفه انت تفكري صح، يعني مثلا هنقول الدنيا غاليه هنحط ايد على وشي كده وحط ايد على دماغي ونقعد كده نتفرج على نفسي. لا، اديني جبت مثلا من ده كيلو من ده كيلو. هنعمل كده حله محشي مثلا، بلاش كفته خالص، اكن مش هنعمل كفته، ممكن زي كده نعمل حله محشي مع مخلل مع طبق فول يعني انت بقى بدماغك كده تمشي ميزانيه بيتك. وفي نفس الوقت يعني 10 جنيه. ايوه الحاجه غاليه، بس الواحد بيقول الحمد لله يا رب. انت ما تجيبي 10 جنيه فول تحطي في التلاجة تفطري منه. ممكن تعملي فول بطماطم، ممكن تعملي مثلا سلطه مسجعه مثلا مع فول مع بطاطس مقليه مع بيض. يعني انت اخترعي بقى، ما تحطيش كل حاجه مثلا على دماغك وتزهقي، لا خليها دايما كده متيسره وقولي الحمد لله يا رب. هاتلك برضو ب4 جنيه ب5 جنيه خضرة مشكلة، بقدونس على كزبرة. هتعملي طبق سلطة، هتعملي بطاطس مهروسة. يعني ادي لنفسك افكار، خلي دايما كده في افكار في دماغك. يوم نخليه فول طعمية حاجات من دي، يوم نخليه محشي، يوم نخليه فرخة كاملة كده مثلا وجبة لاولادي، يوم نخليه كفتة زي حالاتي مثلا كده. ادينا عملت كفتة مع محشي مثلا، ادي كده وجبة برضو. فانت برضو شغلي دماغك يعني. ما تخليش تقفي يعني ايه تزهقي او تقولي الحاجه الاسعار غاليه ومش هنجيب حاجه والفلوس ما بتجيبش حاجه. طلعي صدقه منهم. وعلى قد ما تقدري لو هتجيبي من كل حاجه كيلو كيلو، على قد ما تقدري شغلي دماغك وكل حاجه تلاقيها اتيسرت معك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. كده بقى حطيت اللي زي ما انتم شايفين الخضره على الكزبره على الشبت ده كله مع بعضه مع الطماطم اللي كنت عاملاها، فلفل كمون ملح. ساعة ما بنقول محشي بنكتر في الكمون. وهنيجي نازله بيهم بقى ايه حبه زيت حلوين برضو كده. كنت حطاهم انا اصلا اعوذ بالله من كلمتين، حطاها مع التخديع. هنقلبها بقى مع بعضها. بس الاخر بقى هنحط مكعب دجاج في الشوربه ذاتها. كمروه مثلا ما عنديش شوربه النهارده، ميه كده بمكعب دجاج بحبه ملح وهتعتبر شوربه معايا. هنقعد بقى هنحشي، هو كده يعتبر حلة مشكلة. انت بقى ممكن تعملي كرنباية مثلا كده زي ما نقول مع مخلل مع بطاطس مقلية. برضو اسلقوا بطاطس وهرسيها كده اعمليها زي السلطة. يعني ادي لنفسك افكار كتير ان شاء الله رب العالمين. اقعدي بورقة وقلم وشوفي النهاردة مثلا ميزانية الاسبوع هنظبطها ازاي، هنجيب كذا هنجيب كذا. فتلاقي الدنيا مشت معاكي بإذن الله. حلة محشي مثلا في وسط الأسبوع، في آخر الأسبوع كشري. في حاجات كتير، صينية سمك في الفرن، صينية سردين برضو كده في الفرن. وهتلاقي والله الدنيا اتظبطت معاك. بس ما تقعدش يعني تزهقي وتقول الحاجة غلط والحاجة ما غلطش وكده. هتلاقي
زهقتي وهتبقي واقفه محلك سري، لا انزلي الصبح كده، هاتلك زي ما بنقول لك كده ب10 جنيه فول، خليه عندك في التلاجة. انزلي الصبح بدري، الخضار بيبقى طازه والحاجه بتبقى صبحه، اللهم بارك يا رب. هتعرفي تجيبي لك حبه فول زي ما بنقول لك، تعرفي تجيبي عجينه طعميه تحطيها في التلاجة، تجيبي لك مثلا ب20 جنيه بيض، تخليه برضو تعملي منه شكشوكه والكلام ده. انت ورقه وقلم وانزلي هاتي الحاجه بدري، لان زي ما بنقول لك السوق الصبحيه بتبقى الخضار طازه، وبيبقى الحاجه الفلاحين دي ربنا يبارك لهم يا رب. فكل حاجة سهلة، سهلي بس انت على نفسك وبإذن الله كل حاجة تلاقيها سهل. كده كنت خلصت. هناخد بقى مكعب دجاج، حبة ملح يعني معلقة ملح، وهنيجي بقى ايه حطها مع بعضها كده، نقلبها تقليبة حلوة، وننزل بقى على المحشي، ونيجي مولعة البوتاجاز. لما بتشرب مني بنيجي موطية عليه خالص. عقبال بقى ما نعمل الكفتة كان المحشي طاب، لان الكفتة هي بصوا بتبقى سريعة عن المحشي بيعوز غلبة شوية. هنولع بقى البوتاجاز ونحط عليه ايه، ونحط عليه اللي هي هنحط عليه حلة المحشي. هنخش بقى على الكفتة. تعالي بقى نقولك على تتبيلة الكفتة حلوة خالص. معايا كيلو لحمة، دي الكوات المسلحة عندنا بتبقى فيها نسبة من الدهون، دي بنجيبها من الكوات المسلحة. يعني اللحمة بره ممكن هتلاقيها ب190 ب200، الكوات المسلحة بتجيبها النص على طول. عملت بقى ايه التتبيله دي روعه. حطيت طماطم، حطيت فلفل اخضر، ملح، فلفل، كمون، يعني نص معلقه زيت صغيره، او ساعات نحط زيت ساعات لا. تمام. هنقلبها ببعضها كده. كنت مولعه فرن البوتاجاز. تمام. هنيجي بقى منزله البصل ده، حطيته في الخلاط، وخدت الميه بتاعته اللي هي هندهن بيها الكفته. تمام كده. حطيت برضو زي ما التتبيله اللي بتبقى عندي كلها بنحطها، بس زياده فيها اللي هي ايه، 7 بهارات مع بعض، خدت منهم معلقه صغيره، وديت طماطميه واحده بس في الخلاط مع البصل. هنصبعها بقى كده ايه بالمعلقه، ونيجي منتهنا بصل، الميه اللي بتاعت البصل دي. تمام. وبس كده نيجي حطها بقى ايه في الفرن البوتاجاز، بس بتبقى روعه. بنحب الطماطم بتاعتها كده وهي طالعه زي التخديعه معاها، بتبقى بصوا حلوه خالص. ممكن برضو تعملي فيها افكار تانية. ممكن بنعملها برضو كفتة زي كده، بس بندخل فيها خضرة كتير، ونعملها يعني خضرة كتير ببصل، نعملها اللي هي الكفتة اللي هي بالتخديعة عادي. هندخلها بقى الفرن البوتاجاز، وطلعت من فرن البوتاجاز. يلا بقى عايزين نتغدى كده. كل ده زي ما بنقول لكم والله الصبح، يعني عايزه فرحانه. الصحيان بدري بيخلي روحك حلوه وتعملي كل حاجه كده. بصوا كده البتنجان، الفلفل. عملت رز ابيض عشان مالك ما بتحبش المحشي المشكل، وجبت مخلل برضو اللي هو فطرنا منه، خليت الباقي بتاعه، وعملت طحينه. وده كان غدانا النهارده. نتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، نتمنى كده ان شاء الله يكون فيديو خفيف عليكم باذن الله. عايزه اللايك بتاعكم الحلو، عايزه الكومنتات بتاعتكم الحلوه دي اللي وصل لحد هنا رقم 1 يا مارو. ربنا يخليكم ليا يا رب، ودايما في ظهري بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزه بس هي الكفته بصوا يعني الطعم بتاعها تحفه. عايزاكم تفطروا معايا، عايزاكم تتغدوا معايا. يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ولا يحرمكم مني يا رب يا كريم. بس بصوا عامله ازاي، هي مش محروقه، لا هي كده الفرن مخليها يعني حلوه كده. بصوا عامله ازاي. حاجه البيت احسن من 1000 حاجه تشتريها من بره. وكده هي الكفته اهي، بنحب التغذيه بتاعتها ده، بنحب نغمس بيها يعني كده. اتملك كنت حاطه لها بقى على جنب كده اللي هي الرز الابيض، واللي هو الكفته ده. ممكن تعملها الدايت على فكره، تبقى حلوه خالص. وادي كان غدانا النهارده. يا رب الفيديو وده كان فيديو النهارده. كتر الف خيركم اخواتي، شيرتوا لي الفيديو، شاهدتوا له الفيديو، وصلتوا معايا لحد هنا. ربنا يخليكم لي يا رب، ما حرمش منكم ابدا يا رب العالمين. وكل اخت بتقول لي يا مروه الدعاء، عايزاكم كده اللي ما قلتش اسمها بالله عليكم ما تزعلش مني، وتكتب لي في التعليقات، وانا تحت امركم، وكلكم على راسي من فوق. ربنا يخليكم لي يا رب. وان شاء الله كده باذن الله استنوا فيديوهات جديده، فيديوهات ان شاء الله كده تخليكي دايما في طاقه ايجابيه. يا رب ما نديكمش طاقه سلبيه، نديكم دايما يا رب الطاقه الايجابيه. وقومي يلا كده بقى تنشطي كده، واعملي كل حاجه في بيتك. يلا يلا بجد عايزاكي تجربي الكفته دي، هتعجبك ان شاء الله. يلا قومي بس كده انت تنشطي كده، اعملي لك طبق زي اللي انا عاملاه كده. اعملي حاجه لعيالك كده تاخدي عليها الاجر والثواب باذن الله رب العالمين. يلا كده الدعاء لكل اخت بتقولي ادعي لي يا مروه. ام انس ربنا يحفظ لها انس، ويحفظ لها مريم يا رب، وتشوفهم في اعلى المراتب يا رب، وربنا يفرحك بشهيدهم يا رب، اللهم امين.
ام انس من تونس. في ام الحبيب عبد السلام ومريم، ربنا يشفي لك الحبيب يا رب، ويفرحك بمريم ويفرحك باولادك يا رب، اللهم امين يا رب، ويرزقك الرزق الواسع المبارك. ام الحبيب من الجزائر. في ام احمد من السعوديه، ربنا يفرحك باولادك ويشفي لك ابنك يا رب، اللهم امين. في دينا من مصر، ربنا يرزقك يا دينا بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك يا رب، اللهم امين. في فله من الجزائر، ربنا يرزقك بابن الحلال انت كمان يا فله اللي يهنيك ويريح بالك، اللهم امين يا رب. في ام شهد، ربنا يشفيك يا رب لاولادك ويقومك لهم بالف مليون سلامه يا رب، اللهم امين. فرحك باولادك يا ام شهد، اللهم امين يا رب. ام هنا من مصر، ربنا يفرحك بهنا يا رب، اللهم امين يا رب. ام حماده من سوهاج، ربنا يفرحك باولادك يا ام حماده ويفرحك بحماده وباخواته يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في ام ركان، ربنا يفرحك باولادك ويهنيك ويسعدك يا رب، اللهم امين. ام ركان. ام محمد البحرين، ربنا يفرحك باولادك يا رب، اللهم امين. ام صلاح، ربنا يجعلك مباركه اينما كنت، اللهم امين يا رب. ام ايمن من العراق، ربنا من بغداد، ربنا يسعد روحك يا رب، اللهم امين. ساره من الجزائر، ربنا يهنيك ويسعدك يا ساره، اللهم امين. ام نور من الجزائر، ربنا يسعدك يا رب ويفرحك باولادك يا ام نور، اللهم امين يا رب. في ام نضال، ربنا يسعد روحك الحلوه يا رب ويجعلك مباركه اينما كنت، اللهم امين يا رب. دكتورتنا الجميله، ربنا يسعدك يا رب ويفرحك باولادك يا رب ويشفي لك والدتك، اللهم امين يا رب. نورا حسن، ربنا يشفي لك والدتك يا رب ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده. كل اخت ما قلتش اسمها تكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم. ربنا يسعد روحكم يا رب، اللهم امين. نسيبكم فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.